فاللهم يا رب اشرح صدورنا لرحمة خلقك، وألن نفوسنا حتى تعطف على عبادك، وسهل أخلاقنا حتى نعفو عمن ظلمنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بقى النهارده في فيديو جديد، فيديو كده بقى فرش المطبخ. وبصوا التجديد الاخير بقى عندي في المطبخ حقيقي بقى شكل تاني خالص. انا كل شويه اصلا ادخل كده افتح الباب وادخل اقول هو ده المطبخ بتاعي ولا لا. حقيقي الشكل اختلف جدا جدا جدا. احنا كنا عملنا المره اللي فاتت الفيديو اللي هو لزقنا فيه الورق كده وظبطنا الدنيا. الفيديو ده بقى هوريكم فيه الديكورات اللي انا عملتها، كل الحاجات اللي انا عملتها يعتبر بايدي. الفيديو حقيقي فيه افكار حلوه قوي نجدد بيها المطبخ ومن غير اي تكاليف خالص. كل الحاجات اللي موجوده معانا النهارده ان شاء الله في الفيديو زي ما قلت لكم احنا اللي هنعملها مع بعض. كل حاجه كده هوريكم طريقه العمل بتاعتها، علشان برضو لو حابين ان انتوا تجددوا كده عندكم المطبخ تجددوه برضو بافكار حلوه كده وكمان من غير اي تكاليف خالص. شايفين كمان الحاجات السوداء اللي هي على الورق ده طبعا نازله ترند قوي وسعرها غالي جدا. انا عملتها بصوا ب10 جنيه بس. طريقه العمل بتاعتها هتكون في اخر الفيديو، لازم تتفرجوا على الفيديو كله لان بصراحه في افكار حلوه جدا. بس كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. شايفين كل الافكار دي كمان هنعملها النهارده مع بعض وهوريكم طريقتها ازاي. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، متحمسه قوي ان انتوا تتفرجوا على الفيديو وتقولوا لي رايكم فيه، وكمان تكتبوا لي تعليقات تحت كده على شكل المطبخ لما خلاص شكله اتغير، وكمان تدخلوا على الفيديو اللي فات علشان تشوفوا شكل المطبخ قبل وبعد كان عامل ازاي. كمان هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو تحت في صندوق الوصف. طبعا كلنا بنبقى نفسنا نجدد المطبخ عندنا كده ونعمل ديكورات، والاسعار بقت غاليه قوي 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 يعني. فالنهارده ان شاء الله هخليكي تجددي المطبخ بتاعك وتحطي كده فيه ديكورات جميله جدا، وكله بايديكي كده وكله بتفاصيل بسيطه وكمان باسعار كده بسيطه خالص من غير اي تكاليف يعتبر خالص من اي حاجات كده موجوده عندنا. بس خليكم معايا لاخر الفيديو، خليكم معايا لاخر الفيديو وما تجروش الفيديو لان حقيقي في افكار حلوه جدا ما تفوتوش اي فكره فيه. يلا بينا كده نبدا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه ركبتها اللي هو الليد اللي هو بينور ده. بصوا يعني لقيت ناس كتير قوي كانت بتقول مش عارفين يركبوه، فانا بصوا ركبته بطريقه حلوه جدا وسهله يعني. جبت اللي هو اللزق الدبل واللزق العادي اللي هو السلوتيب العادي خالص، وبدات ان انا بس جبت زياده معايا شويه في اللي هو الليد اللي بينور ده علشان برضو يبقى شكله بس متناسق كده، واستخدمتهم الاتنين دول بس كده على كده والدنيا كانت تمام معايا. انا بس كنت سايبه كده جزء من السيراميك باين بين الورق كده علشان لما اجي الزق بعد كده اللزق اللي هو السلوتيب بيلزق معايا كويس، بيلزق معايا كويس جدا على السيراميك عن الورق. زي ما انتم شايفين الشكل بتاعه طلع حلو جدا وشكله متناسق، مفيش اي حاجه وقعت منه ولا حاجه. طريقته سهله وبسيطه. استخدمت كمان مسدس الشمع بس بصراحه ما نفعش معايا، ما لزقش معايا كويس، فاستخدمت اللزق النوعين اللي انا وريتهم لكم دولت حلوين جدا حقيقي. الكلمه بقى اللي انا عملتها ديت طريقه العمل بتاعتها اخر الفيديو زي ما قلت لكم. طريقتها حلوه جدا وزي ما انتم شايفين شكلها طلع حلو زي بجد اللي بتتباع بره، وحقيقي والله ما كلفتنيش اي حاجه يعني، يعتبر 10 جنيه او اقل كمان. هقول لكم كل التفاصيل برضو بتاعتها في اخر الفيديو. بدات كده احط عليها لزق من اللي هو الدبل، وبعدين بدات ان انا الزقها كده. انا اخترت الكلمتين دولت يعني حسيت شكلهم كويس، وكمان قصيت اللي هي شكل المعلقه والشوكه والسكينه وكده وحطيتهم بالشكل ده. بصراحه طلع شكلهم حلو جدا وعملوا شكل مبهج كده في المطبخ بطريقه حلوه جدا جدا جدا. انصحكم بجد ان انتوا تعملوها عندكم في المطبخ وما تشتروهاش لانها مكلفه جدا وسعرها غالي. احنا عملناها وزي ما قلت لكم من غير اي تكاليف خالص. استنوا بقى اخر الفيديو علشان تشوفوه. بعد كده كمان بقى بدات ان انا اركب الفرع اللي انتوا شايفينه ده. كان موجود عندي بصراحه وطويل قوي معايا، فقلت هيبقى كويس معايا للمطبخ كله لان مساحه المطبخ معايا كبيره شويه، فقلت بدل ما اجيب اللي هو الليد التاني ده هو كده كده موجود عندي استخدمه خلاص. لزقت كده اللي هو الزرار اللي احنا بنقلب منه ده، لزقته كده في جنب برضو. كل ده بلزق سولوتيب، ما استخدمتش لزق دبل في الجزء ده، ولزقه بصراحة كان ثابت وكويس جدا معايا. وبدأت كده اثبت في كل سيراميك كده جزء من اللي هو اللزق السولوتيب والجزء التاني على المطبخ. بصراحة لزق معايا كويس جدا يعني ما وقعش خالص. هوريكم كل هو احنا ماشيين، هو الجزء بس اللي في الزاوية ده اللي فك لان اللزقة ما كانتش مظبوطة بصراحة معايا قوي، لكن كله بعد كده الحمد لله يعني ثبت وبقى كويس جدا. حتى عند الشباك كده برضو طلعت النور فوق شوية، فوق عند الستارة كده شوية، بحيث برضو ان هو يدي اضاءة كده لما ينور كده للستارة هيخلي شكلها برضو حلو جدا. فكرته حلوة قوي حقيقي
بدل اللي هو الليد التاني، لان ممكن فعلا الليد التاني يكون تقيل شويه، يعني بيبقى ممكن يكون بيحتاج مثلا لزق قوي شويه علشان يقدر ان هو يثبته. بس حقيقي الفرع ده كان معايا كويس جدا. جيت بقى على الماسوره اللي هي بتاعه الغاز، بدات ان انا احط برضو عليها كده شويه من اللي هو الفروع اللي احنا كنا جايبينها كده مع بعض، وكمان لفيت عليها شويه كده من فروع النور، لزقتهم برضو بلزق سولوتيب عادي. وعاوزاكم تقولوا لي الموضوع ده كده عادي ان انا احط اي حاجه على الماسوره، لان بصراحه بخاف منها شويه، يعني بقلق كده منها، فمش عارفه هل عادي ان انا احط مثلا عليها فرع النور دوت؟ مفيش اي مشكله، قولوا لي برضو كده تحت في التعليقات. الجزء بقى الفكره كمان اللي معانا بعد كده اللي هو الورق الطباعه ده، حقيقي بصوا اختراع، انا مبسوطه جدا ان انا عرفت الموضوع ده حقيقي. بصوا بختار شويه صور كده من برنامج بنترست، وبعدين بروح ان انا بطبعها ورق ستيكر. الورقه يعني الاتنين كده اللي قصاد بعض زي ما انتوا شفتوا كده، الورقه بتبقى ب7 جنيه بس، فحقيقي ما بتكلفش قوي يعني. انا طبعت صور كتير كده، وحبيت برضو ان الالوان بتاعتها تكون قريبه من لون المطبخ عندي، فهبدا كده ان انا الزقهم في الكورنر ده. لاني بصراحه لما اشتريت اللي هو الورق الابيض ده، انا كنت تقريبا مشتريه خمسة شيت كده، فيا دوبك قضوا معايا المطبخ كده بالعافيه. فقلت الجزء بقى اللي هو انا ما لزقتش عليه، هبدا ان انا الزق عليه بقى الورق اللي هو الستيكر ده. شكله حلو كده، وادى برده بهجه كده للمكان، والاشكال زي ما قلت لكم فيها من الوان المطبخ، فالشكل بتاعها كان حلو جدا. فدي برده حاجه بسيطه كده ممكن ان احنا نغير بيها شكل المطبخ عندنا خالص. زي ما قلت لكم هو ما كلفنيش حاجه، هي الورقتين كده يعني زي ما انتم شايفين قصاد بعض اللي انا حطيتهم دول يعتبر ب7 جنيه. وكمان الورقه بقى اللي هي اللي تحت دي هبدا ان انا الزقها تحت كده، يبقى الشكل بتاعهم كلهم مع بعض حلو. هبدا ان انا الزقها بس كده من فوق الاول، علشان قلت ايه اما اروح ورا كده ارجع ورا شويه اشوف شكلهم متناسق كده مع بعض ولا ايه، لان اللي لزقت الاتنين اللي فوق ما خدتش بالي هم مثلا مظبوطين، حاجه طالعه حاجه نازله كده، فرجعت ورا الاول شويه قلت علشان اشوف الشكل بس بتاعهم مظبوط ولا ايه. وكملت اللزق بتاعها كويس. وعايزه اقول لكم ان اللزق اللي هو الستيكر بتاعها كويس جدا، يعني لزق معايا على السيراميك حلو قوي، ما طلعش بعد كده. يمكن لما لزقته على ورق الفوم اللي هو الحجري الابيض ده طلع شويه، بس يعني انا اتصرفت هقول لكم برده دلوقتي. خلينا بس في الفكره اللي بعد كده. كمان كنت طبعا كمان اللي هي الاجزاء اللي هي بتاعه التوابل والشاي والسكر وكده، انا برده نزلت الشكل بتاعها او التصميم بتاعها دوت من برنامج بنترست، وبدات اكتب عليها الاسماء اللي انا عاوزاها. حبيت يعني يكون بس الشكل مختلف شويه غير الاشكال اللي هي موجوده عندنا في السوق. طبعا في اشكال كتير جدا على برنامج بنترست، ممكن انتوا تختاروا بقى الشكل اللي انتوا عايزينه. انا حبيت الالوان ديت يعني، فبدات ان انا انزلها كده وكتبت عليها زي ما قلت لكم. وهبدا بقى ان انا الزقها كده على البرطمانات اللي هي موجوده معايا، شكلها حلو جدا. كمان كنت طابعه بقى اللي هي البرطمانات بتاعه التوابل، وكمان لزقها على الازاز بصراحه اسهل جدا من اللي هو البرطمانات التانية دي، يعني فكت مني برضو شويه، بس برضو قلت مش مشكله، الشكل بتاعها بصراحه كان حلو جدا. كمان كنت طابعه الورق بقى اللي انتوا شايفينه ده، وهنعمل بقى بيه فكره حلوه جدا. هبدا كده الاول ان انا اقصه، وبعد كده جبت كرتونه وهبدا ان انا ارسم كده الشكل اللي هو موجود معايا على الكرتونه باي قلم بقى موجود عندنا، واي كرتونه يعني مش لازم تكون كرتونه تقيله قوي. الكرتونه اللي معايا كانت ضعيفه يعني عاديه، وبدات كده ان انا اقصها. وبعدين الورقه اللي انا طبعاها بقى هبدا ان انا الزقها كده معايا على الكرتون. هنعملها زي ايه علقه كده او ميداليه كده، هبدأ ان انا اعلقها عندي على اللي هو الكافي كورنر، بتدي بس شكل كده برضو حلو وديكور بسيط خالص اهو، مكلفناش اي حاجه خالص غير الورقه اللي احنا طبعناها. وبدات كده ان انا اخرمه بقى من فوق، علشان هبدا ان انا ادخل فيه برضو خيط كده، وابدا ان انا اعلقها. هوريكم برضو شكلها كده لما علقتها. كمان الجزء اللي هو جنب الحوض ده طبعا لازم نحط كده الاذكار، حقيقي من الحاجات الحلوه جدا. يعني كانت في تقريبا بنوته مغربيه هي اللي عملت الفكره دي اول حاجه، انا معرفش بصراحه هي مغربيه ولا ايه، بس تقريبا يعني فبصراحة يعني حاجة كويسة جدا، انا بصراحة انبسطت بيها قوي. فحتى نزلت واحدة برضو كده وبدأت ان انا اطبعها، وقلت هلزقها برضو عندي كده وانا بغسل المواعين، نبدأ نقول الاذكار برضو كده، ناخد ثواب كده برضو ايه واحنا بنغسل المواعين بتاعتنا. كنت عاوزة احط كده كمان صورة جنبها، بس قلت لا خلاص. حطيت اللي هي العليقة دي اللي احنا كنا دهناها مع بعض الفيديو اللي فات، وبدأت ان انا اركبها كده، وحطيت عليها برضو ايه شوية حاجات كده ادت شكل برضو كويس معايا.
الفكرة اللي بعد كده كمان كان عندي اللي هو الخشبة اللي انتوا شايفينها دي كانت ستاند كده، كان بيبقى عليه برضو طقم التوابل بتاعي، بس بصراحة كله انكسر يعني، فهي كانت موجودة عندي، فحبيت ان انا اغير في شكلها. بدأت ان انا استخدم كده اللي هي الكوسترات ديت اللي هي لونها الخشبي دي، وبدأت ان انا الزقها كده معايا على الخشبة. بصوا ادتها شكل تاني خالص، وديتها في مكان تاني خالص، بقى شكلها حلو جدا حقيقي، يعني حاجة بسيطة خالص وادتها شكل تاني خالص. كمان كان باقي جزء كده معايا، بدأت ان انا استخدم العلبة اللي هي بتاعة اللبن اللي انتوا شايفينها دي، وهبدأ ان انا الفها برضو عليها كده، بحيث برضو لما احطهم كلهم يعني معايا كده يبقى كل الاشكال زي بعض كده، يكون الشكل بتاعها كويس. بصوا بقى، ده الجزء اللي هو اللي موجود عندي كده عند البوتاجاز. هبدأ كده بقى ان انا انظمه برضو بطريقة حلوة. بدأت كده ان انا احط اللي هي الجزء اللي احنا عملناه وحطينا فيه بقى اللي هو طقم التوزيع، واي حاجة بقى انتوا حابين ان انتوا تحطوها. كمان كانت عندي الكرتونة دي، حطيت برضو عليها كده جزء من الكوستر اللي كان معايا، وبدأت احط فيها كده كل البرطمانات اللي هي بتاعة التوابل. بصوا انا كنت عاوزة احط الزيت والخل كده مع بعض في العلبة دي، واحط الملح هنا، ده اللي هو اخر جزء موجود معايا في طقم التوابل اللي كان عندي، بس بصراحة كان كبير شوية على المكان، فحطيته هنا، وحطيت الخل مع التوابل، وحطيت الزيت بقى في الجزء التاني. لو وصلتوا بقى معايا في الفيديو للجزء ده ولسه ما حطيتوش اللايك، انزلوا بقى بسرعه حطوا اللايك، وكمان اكتبوا لي تعليق حلو كده على كل الافكار اللي انتوا شفتوها، لان الافكار لسه التانية حلوه قوي. شايفين بقى الفكره اللي معانا دي كانت ازازه شامبو كده موجوده عندي، بدات ان انا اقصها نصين، والورقه اللي كانت موجوده دي كنت طبعاها برضو، فهي باظت مني كده وانا بقص، فلزقتها عليها وخلاص، وحطيت بقى فيهم شويه ورد كده، وعلقتهم بقى على الكافي كورنر. بصراحه شكلها حلو جدا جدا جدا. بصوا من غير اي حاجه، العلبه اصلا كانت هتترمي اصلا، بس جات لي الفكره دي، فحبيت ان انا اعملها كده، وقلت هي كده كده لونها اسود يعني جاهزه، فهتمشي برضو معايا كده على الديكورات اللي انا حاطاها. بصوا بقى الفكره القمر ديت من احسن الافكار اللي عملتها. استخدمت عصايتين كده اللي هم بتوع الشيش طاووق، وبدات ان انا احط اتنين كده في النص كانه سلم، يعني عاوزين نعمل شكل السلم. وبعدين بدات ان انا كان عندي اللي هو الفرع الاخضر ده، كانت واحده ملفوفه عليها بصراحه، فلفيت على التانية كمان، قلت عشان تديها شكل كده كويس معايا. وكمان كان باقي عندي كده جزء صغير من الهيش، هبدأ ان انا الزقه كده في كل طرف، يعني يدي برضو شكل كويس كده. ممكن تستغنوا طبعا عن الحاجات دي باي حاجه متاحه عندكم، يعني انا بديكم بس الفكره، واي بقى حاجه متاحه عندكم ممكن ان انتوا تعملوها بيها. بصوا ده كان شكلها، حتى ما كملتهاش من تحت، كان الهيش خلص معايا، فقلت خلاص مش مشكله. هبدأ بقى كده ان انا الزق عليها صور ولادي، ربنا يبارك فيهم يا رب، علشان برضو طول ما انا في المطبخ كده ابص عليهم ادعي لهم كده ربنا يهديهم يا رب، ويبارك في ولادنا جميعا يا رب. كمان الجزء اللي تحت بقى هلزق بيه برضو صورة مامتي كده، اغلى الناس عندي، ربنا يا رب يبارك لي فيها ويخليها لي، وترجع ان شاء الله بألف سلامة يا رب. دعواتكم ليها كده انها ترجع لنا بألف سلام. ده ديكور برضو حلو جدا، وزي ما انتم شايفين شكله ادى شكل حلو جدا عندنا في المطبخ. بصوا زي ما قلت لكم ما كلفناش اي حاجة خالص. قبل بقى ما تبداوا معايا الفكره الاخيره، اوعوا تكونوا لسه ما عملتوش لايك للفيديو، لان حقيقي تعبت فيه جدا، وعملت لكم افكار حلوه قوي من غير اي تكاليف خالص تجددوا بيها كده المطبخ عندكم. اخر فكره بقى هتكون معانا، جبت كده كلمه كيتشن وبدات ان انا اكتبها على ورقه، وبعدين كمان بدات اجيب ورق فوم اللي هو لونه، بدأت اجيب كده ورق فوم لونه اسود، اللي هو ورق فوم مش بيلمع، ورق فوم عادي خالص، وبدأت كده الزق الكلمة اللي هي موجودة معايا عليه، وهبدأ كده ان انا اقصها برضو بالشكل اللي انا عاوزاه. حتى كمان الشوك والمعالق والسكينة والحاجات دي بدأت ان انا برضو جبتها كده وقصيتها على الشكل ورق الفوم، وبعدين لزقتهم كده. دي بصوا اسهل طريقة ممكن تعملوا بيها الفكرة ديت، حقيقي بيطلع شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين، تحسوا انه شكلها كأنها جاهزة من اللي هي بنشتريها يعني من بره وكده، بس ما كلفتنيش والله اي حاجه. الفرخ اللي موجود معايا الكبير ده كله ب20 جنيه اصلا، انا خدت جزء صغير منه كده يعتبر والله ب5 جنيه بس. فحقيقي الفكره حلوه جدا، جربوها عندكم واعملوا بقى اي كلمه انتوا عايزين تعملوها، وجددوا كده عندكم في المطبخ. وان شاء الله الافكار النهارده تكون عجبتكم، وكمان ما تنسوش اهم حاجه بقى اللايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. ان شاء الله هننزل بقى فيديوهات كده تجديدات العيد، وهوريكم ازاي هجدد عندي برضو من غير اي تكاليف خالص. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي تحت تعليق حلو كده على كل الافكار اللي احنا عملناها مع بعض، واستنوني في فيديو جديد.